happened here? There's no signal. أول سؤال هيجي في بالك لو انقطع الإنترنت والشبكات على العالم كله لأي سبب كان، هنتواصل مع بعض إزاي؟ في حد فكر في ده ولقى حل. أحد مؤسسي تويتر السابقين وإكس الحالي هو جاك دورسي. جاك دورسي فكر في التواصل إزاي هنتواصل مع بعض لو تم انقطاع الإنترنت بالكامل عن العالم. جاك دورسي قام بفكرة برنامج اسمه بيت شات. بيت شات هو وسيلته الوحيدة إن هو بيتواصل بالبلوتوث. طيب أول فكرة هتيجي في دماغك دلوقتي إزاي هنتواصل مع بعض عن طريق البلوتوث وهو مدى قصير. طيب هو دلوقتي عامل هيخلق الناس، طبعا هو من غير سيرفرات، التواصل هيتم بدون إنترنت بدون سيرفرات بدون أي حاجة. طيب كل اللي موجود في إيدينا هو التليفون اللي في إيدينا. هنتواصل مع بعض ازاي؟ ان هو هيخلق زي هابس او نقاط اتصال عن طريق التليفونات المجاوره. حاليا الابلكيشن هو الاعلى تحميلا على مستوى العالم في مجال التواصل الاجتماعي. يعني فعلا الابلكيشن انتشر بشكل كبير جدا سواء من خلال الاب ستور في ابل او من بلاي ستور من جوجل. طيب من ناحيتي يعني حققنا الانتشار ولسه البرنامج محقق ضجه عالميه كبيره جدا. فمن خلاله اي حد حواليك هيكون محمل البرنامج هيقدر ان هو يستخدم كهب او شبكه انتقال. يعني انت دلوقتي بتحاول تتواصل مع حد بعيد عنك شويه، النقط اللي حواليك، الاجهزه اللي محمله البرنامج حواليك، هيحصل ما بينها نقط اتصال. طيب الناس دي هتشوف الرساله مبعوثه؟ لا، النظام مشفر جدا بنظام اند تو اند انكريبشن. فهو الناس اللي في النص مش هتوصل بالرساله، الشخص بس اللي مبعوث له الرساله هي اللي هتوصل. اقدر ابعت له نصوص او صور او فيديوهات او اي وسيله اتصال مباشره. الناس فكرت في الطريقة ديت عشان العالم لما يحصل فيه أي مشاكل أو تحضيرا، الله أعلم هم بيحضروا لإيه، أو تحضيرا للي جاي في العالم كله، سواء انقطاع الإنترنت، انقطاع الشبكات، لأي سبب كان. بالمناسبة الفيديوهات اللي اتعرضت في الأول هي معمولة بالكامل بفيو 3 عن طريق برومبتنج اسمها جيسون برومبتنج. الطريقة دي بالكامل وطرق تانية هنتكلم عليها في فيديوهات تانية بتقدر تورد لك فيديوهات سينمائية بالكامل بطريقة احترافية. تابعني وإن شاء الله هنقدر نشوف حاجات راقية احترافية الفترة الجاية. وإيه كمان